سعيد عبد الغني ممثل مصري ولد ببلدة نوسة البحر بمركز أجا بمحافظة الدقهلية. حصل على شهادة ليسانس الحقوق عام 1958. عمل في الصحافة بجريدة الأهرام والتي أوصلته إلى عالم الفن. وخلال فترة عمله بهذه الجريدة تعددت لقاءاته وحواراته مع الممثلين والمخرجين، وكان ذلك بداية الالتحاق بالتمثيل. بداية حياته الفنية كانت على خشبة المسرح، وكانت أوائل مسرحياته مسرحية القرار ومسرحية جبل مغناطيسي على مسرح الطليعة عام 1973. ومثل في تلك الفترة أيضاً بعدة أعمال تلفزيونية. كانت مشاركته السينمائية الأولى بعد انتظار في عام 1974 في فيلم الفاتنة والصعلوق. بعدها تتابعت أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية، فقدم ما يزيد عن 124 عمل خلال مشواره الفني، وكان من أهمها فيلم المذنبون عام 1975، فيلم إحنا بتوع الأتوبيس والذي نال عنه جائزة تقديرية من جمعية الفيلم، فيلم حبيبي دائماً عام 1980 وغيرها من الأعمال المتميزة. وخلال مشواره اشترك بعدة أدوار كان القاسم المشترك بينها هي شخصية الرجل المتأنق. حصل الفنان سعيد عبد الغني على جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم أيام الغضب، كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996. ثم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عام. إنه النجم سعيد عبد الغني.